السلام عليكم ورحمة الله. صديقي العزيز، أهلا بك في قناة محمود علي تي في. النهاردة معادنا مع الفصل الخامس من كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كلير، واللي هنعرف فيه مع بعض الفرق ما بين التحفيز اللي ممكن انه يساعدك في تكوين عادة جديدة او التخلص من عادة سيئة، والبيئة المحيطة بيك وانت بتغير عادة سيئة او بتكون عادة جديدة. وهنعرف كمان مع بعض ازاي تقدر تصمم بيئة نجاحك، وازاي تعرف ان السياق اللي بتتعرض خلاله للاشارات المحفزة ليه دور مهم في تكوينك لعادة او تخلصك من عادة. فيلا بينا. في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن في اخصائيه اسمها آن سورندايك، جات لها فكره مجنونه بانها كانت عايزه تغير من سلوك الموظفين في المستشفى وحتى من سلوك الناس اللي بتتابع في المستشفى بخصوص عاداتهم في الاكل والشرب، بدون ما تكلم حد او تقنعه بانه يغير من عاداته في الاكل او الشرب. وآن سورندايك هي ومجموعة من الباحثين عملوا دراسة استمرت مدة 6 شهور، قدروا بعدها انهم يعيدوا تصميم كافيتيريا المستشفى من حيث الطاولات والثلاجات ومحتوياتهم، وغيروا الطريقة اللي كانت بتتعرض بها المشروبات في كافيتيريا المستشفى سواء في الثلاجات او على الطاولات. وخلينا اقول لك انه قبل الدراسه اللي عملوها كل الثلاجات اللي في الكافيتيريا كان معروض فيها مشروبات غازيه بس، ولكن بعد الدراسه ضافوا الميه في الثلاجات جنب المشروبات الغازيه، وعملوا حاجه ثانيه واللي هي انهم وزعوا زجاجات الميه جنب الطاولات في الكافيتيريا وفي كل مكان في انحاء الكافيتيريا، وفضلت المشروبات الغازيه زي ما هي في الثلاجات الرئيسيه، والفرق الوحيد هنا ان الميه بقت متاحه في كل مكان. وخلال ال3 شهور التاليه للدراسه مبيعات المشروبات الغازيه انخفضت بنسبه 11.4%، ومبيعات المياه ارتفعت بنسبة 25.8%، وكل ده حصل من غير ما يوجهوا ولا كلمة لأي شخص في المستشفى سواء من الموظفين أو حتى من رواد المستشفى. وهنا هنلاحظ ان الناس ما بتختارش المنتجات بسبب المنتج نفسه، ولكنهم بيختاروا المنتج بسبب موقعه. وخلينا اوضح لك مثال على اللي انا بقوله. لو انت دخلت المطبخ ولقيت على ترابيزه المطبخ صحن فيه كعك او فاكهه او مكسرات او اي شيء تاني، فهنا انت هتاخد اي شيء من الصحن حتى لو ما كنتش بتفكر فيه قبل ما تشوفه او حتى لو ما كنتش جعان. وده راجع الى ان عاداتك بتتغير حسب المكان اللي انت موجود فيه وحسب الاشارات المعروضه قدامك، لان البيئه هنا بتعتبر اليد الخفيه اللي بتشكل السلوك الانساني. ومثال على الكلام اللي انا بقوله ده، لو انت دخلت مسجد واضطريت انك تتكلم في تليفونك او مع حد في المسجد هتلاقي نفسك بتتكلم بالهمس، ولو انت ماشي في شارع ضلمه هتلاقي نفسك حاسس بقلق وهتتوخى الحذر لو كان قلبك ضعيف، وده بيدل على ان التغيير ما بيكونش نابع من داخلك ولكنه نابع من مصادر خارجيه. ونقدر نقول ان الشراء المدفوع بالاقتراح بيحصل لما المتسوق يشتري منتج لاول مره ويتصور انه ممكن يكون له حاجه او استعمال في المستقبل، بمعنى انك ممكن تشتري منتج معين مش علشان انت محتاجه، ولكن شرائك ليه بيكون بسبب الطريقه المعروض بيها المنتج. وعشان كده المنتجات اللي بتكون معروضه في المحلات والسوبر ماركت على مستوى العين في العاده هي بتكون اكتر حاجه بتتباع، وعشان كده الماركات الغاليه دايما هتلاقيها معروضه في اماكن سهل الوصول ليها على الارفف، والبدائل ليها والارخص منها هتلاقيها معروضه في اماكن صعب الوصول ليها. وكل ما كانت المنتجات معروضه في اماكن واضحه مؤكد انك في يوم من الايام هتجربها، وانت للاسف فاكر نفسك مسيطر على امورك وفاكر انك بتشتري اللي انت عايز تشتريه. وخليني اصدمك واقول لك ان كل خياراتنا وقراراتنا الشرائيه مش نابعه من خياراتنا الداخليه، لانها في الحقيقه نابعه من الخيار الواضح قدامك. في حياتنا الجهاز العصبي الشعوري بيتحكم في عملية إدراكنا، والجهاز العصبي الشعوري في جسمنا بيتكون من الرؤية والصوت والشم واللمس والتذوق، وأقوى قدراتنا الشعورية بتتمثل في الإبصار. ويقال إن الجسم البشري بيمتلك 11 مليون مستقبل شعوري، منهم 10 مليون مستقبل مخصصين للبصر. وبعض الخبراء بيقولوا ان نص موارد الدماغ بيتم استهلاكها في عمليه الابصار. وهنا وطالما ان الانسان بيستخدم بصره بشكل كبير في حياته، هنلاحظ انه مش من المفاجئ لينا ان الاشارات البصريه بتكون هي المحفز الاكبر للسلوك البشري، وعشان كده ممكن ان اي تغيير بسيط في اللي بتشوفه يؤدي لتحول كبير في قراراتك. بمناسبة كلامنا عن تصميم بيئة النجاح، خلينا احكي لك قصة حصلت في السبعينيات ايام ازمة الطاقة وحظر النفط، واللي بسببها مجموعة من الباحثين الهولنديين ركزوا شوية مع استهلاك السكان للطاقة في هولندا، واللي لاحظوا بعدها ان 30% من السكان انخفض استهلاكهم للطاقة لما قارنوهم بباقي سكان هولندا، مع ان منازلهم متشابهة في المساحة والاستهلاك من الطاقة واسعار الطاقة في الايام العادية.
ولاحظ الباحثين في المنازل اللي انخفض استهلاكهم للطاقة بنسبة 30% إن عدادات الكهرباء عندهم كانت موجودة في مدخل منازلهم، وإن المنازل اللي ما انخفضتش فيها استهلاك الطاقة عدادات الكهرباء فيها كانت على السطح. والنتيجة اللي وصلوا لها هي إنه لما كان استهلاك الطاقة وقت الأزمة مراقبته واضحة وسهلة، انخفض استهلاكهم للطاقة مقارنة بغيرهم. وده معناه إن كل ما كانت الإشارة واضحة هيكون من السهل عليك تتبعها والسيطرة عليها. وبخصوص وضوح الإشارة، الكاتب هنا بيقول: كنت بشتري التفاح وأحطه في درج الثلاجة وكنت أنسى إني اشتريت تفاح، ولما أفتكر إني حطيت التفاح في درج الثلاجة كنت بلاقيه باظ، ولكن لما خليت التفاح في طبق كبير على طاولة المطبخ بقيت آكل من التفاح يوميا لأني خليت إشارته واضحة. وهنا الكاتب بيقول: لو كنت عايز ما تنساش تناول علاجك حطه جنب حوض الحمام، ولو كنت عايز تتدرب على الجيتار اكتر خليه في نص غرفة المعيشة، ولو كنت عايز تشرب مية اكتر خليها في كل مكان انت ممكن تكون قاعد فيه او هتقعد فيه، ولو كنت عايز تخلي عادة معينة جزء كبير في حياتك خلي الإشارة لها واضحة بشكل كبير. الإشارات اللي بتخليك تبدأ في ممارسة عادة بتحصل بشكل معين، ولكن مع الوقت كون انك تبدأ ممارسة العادة فده ما بيكونش مرتبط بمحفز واحد، ولكنه بيكون مرتبط بالسياق الكامل المحيط بالسلوك من مكان وزمان وأحداث، ودول بيوجدوا روابط مع عاداتك وسلوكياتك، واللي بتكون كل واحدة منهم سياق للعادة، واللي بعدها انت ممكن تقدر تبدأ في ممارسة العادة. واجمل ما في السياق وتاثيره عليك انك بتقدر بعده تبدا عاده، وبيخليك تقدر تدرب نفسك على ربط عاده معينه بسياق معين. وفي واحده من الدراسات درب العلماء فيها مجموعه من الاشخاص المصابين بالارق اللي هو قله النوم على انهم ما يدخلوش غرفه النوم الا لما يكونوا عايزين يناموا، ولو دخلوا على السرير وما جالهمش نوم طلبوا منهم انهم يطلعوا من غرفه النوم ويروحوا اما غرفه مختلفه او يقعدوا شويه في البلكونه او حتى الصالون، وما يرجعوش لغرفه النوم الا لو حسوا انهم عايزين يناموا فعلا. وبالفعل الاشخاص محل الدراسه ربطوا سياق الفراش بفعل النوم، وبقي سهل عليهم انهم يناموا لما يدخلوا على فراشهم، لان ادمغتهم اتعلمت ان النوم هو الفعل الوحيد المرتبط بالدخول لغرفه النوم. وهنا قوة السياق بتكشف عن استراتيجية مهمة، واللي هي ان العادة سهل انك تغيرها في بيئة جديدة، لان البيئة الجديدة هتساعدك انك تهرب من المحفزات والاشارات القديمة اللي بتدفعك لتكرار العادة الحالية وبتمنعك انك تبدأ ممارسة العادة الجديدة. وبالتالي البيئة الجديدة هتسهل عليك انك تربط عادة جديدة بسياق جديد، بدل ما تحاول بناء عادة جديدة في مواجهة اشارات مقاومة ومعارضة ليك، لان ممكن انه يكون صعب عليك انك تنام في نفس الغرفة اللي بتشاهد فيها التلفزيون، ولكن لما تطلع من بيئتك المعتادة فانت كده بتسيب انحيازاتك السلوكية ورا ظهرك، وبالتالي انت مش مضطر انك تحاربها عشان تبدأ عادتك الجديدة. وده بيمكنك من تكوين عادة جديدة بدون مقاطعة أو تشويش من الإشارات القديمة. ونصيحة: حاول إنك ما تخلطش سياق عادة معينة بسياق عادة تانية، لأنك لو خلطت سياقات العادات ببعض هتبدأ في خلط العادات ببعض، ولما يحصل ده في الغالب أنت هتمارس العادة الأسهل منهم، واللي ممكن إنها ما تكونش مهمة أو بنفس أهمية العادة اللي مفترض إنك تقوم بيها. وده بيحصل لما تستخدم تليفونك في كل مهامك من ترفيه ودراسة، لأنه في الغالب أنت هتمارس العادة الأسهل واللي هي الترفيه، وهتترك العادة المهمة واللي هي الدراسة. وفي النهاية لو قدرت انك تخلي لكل سياق عادة خاصة به وما خلطتش السياقات ببعض، العادات عندك هتزدهر في ظل الظروف القابلة للتنبؤ بيها. وده لان التركيز بيكون اوتوماتيكي لما تكون في مكتب العمل الخاص بيك، والاسترخاء بيكون سهل لما بتكون في منطقة الراحة، والنوم بيكون اسرع لما بتكون في غرفة النوم. ولو كنت عايز سلوكياتك تكون مستقرة وقابلة للتنبؤ فانت بحاجة لبيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ بيها. والبيئة المستقرة اللي كل شيء فيها ليه مكان محدد وغرض محدد هي البيئة اللي بتتكون وتزدهر فيها العادات بشكل سهل وسلس. ولحد هنا انتهت الحلقة، استنوني في الحلقة اللي جاية مع الفصل السادس من كتاب العادات الذرية. وفي النهاية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.